السلام عليكم، حياكم الله بقناتي المقطع الثاني. طبعا حاب اشكركم شكر، ومن لا اشكر ناس لا اشكر الله. ما ادري شلون من اول فيديو وصلنا 20 مشترك، والتفاعل هذا وكل، فيعطيكم الف الف عافية. على الاشتراك، على التفاعل. صراحة جدا مستانس يعني. انا صراحة رفعت الفيديو بدون اي توقع يعني، بس رفعته وللامانة ما ادري اذا كنت راح استمر صراحة، لان العادة يعني مستحيل يعني هي اي تفاعل، او مو العادة يعني. انا كان عندي قناة ثانية بس اسوي فيها مونتاجات، لكن هذه قلت يعني ابدا اتكلم احسن. فجدا جدا يعطيكم الف عافية على الاشتراك، على المشاهدة وكل شيء. وطبعا ادري انتقدت الاكواد الجديدة بفيديو سابق، ولكن قلت اجرب بلاك اوب 6. طبعا لحد الحين لعبة عاجبتني بشكل يعني هائل صراحة. الشيء الوحيد اللي كرهني باللعبة حاليا اللي هو تذهيب، لان انا بكل كود احب اذهب الاسلحة الصراحة، خصوصا بالزومبي. فعندك ان دبليو 3 كان تذهيب يعني عادي، يعني شوية ممل، ولكن يعني سريع تقدر تقول نوعا ما مقارنة حق الكود. هالكود اذا حاولت تطلع اللون الاخير بسرعة راح يعني تكره اللعبة للأمانة. وهذا اللي صار معاي انا صراحة يعني، ولكن للحين مستمتع باللعبة. طبعا كنت حاب انوه النقطة على المقطع اللي طاف، لما ذكرت ان الزومبي صار سهل او شيء كذي. ما كان قصدي ان يعني اللعب هو اوكي بشكل عام اللعب يعني واضح صار اسهل، ولكن كان قصدي انه لما توصل راندومية ما كان في يعني، او هالكود هذا والكود اللي طاف واللي قبله بعد، ما في يعني شعور الانجاز انك وصلت راندومية. يعني نذكر ايام قبل عندك دعم التسعات والشباب لما يوصلون راوند 100، يعني حسسك بالانجاز، خصوصا قبل يعني الاستراتيجيه مالت كينو طول والله. المسرح تاخذ تقريبا يوم لعب، عكس الحين خلاص. الحين بس شو اسمه، تقعد عند الفخ، شو اسمه الناري، الغرفه اللي اليسار، خلاص بس توصل راوند 100 ايزي خلال 7 ساعات تقريبا. فبس هذه كانت النقطة، لأن بعد قبل أتوقع أمس أو والله ما أدري، الظاهر أمس كنت قاعد أشوف فيديو بيوتيوب واحد وصل من 999، وهذه اللعبة صار لها تقريبا أقل من شهر نازل. فما أدري، هذا كان قصدي يعني للأمانة. ولكن صراحة أنا ما قاعد أشتكي لأني جدا مستمتع باللعبة. اتجاه قاعد ياخذونه بالقصة، الألغاز. طبعا لغز الماب تافه يعني حلو، لكن تافه صراحة. اللي عجبني لغز ماب تيرمينس، وشلون قاعد يربط بين كولدور وهالاشياء يعني، مستمرين بالقصة صراحة. فأهني تريارك والله على الكود هذا، يعني شيء جدا جميل صراحة. ما جربت ملتي بلاير للأمانة، لكن متأكد انه شيء زين. لكن الشيء الوحيد اللي ما حبيته بملتي بلاير هالكم سنة اللي هو السكيل بيست ماتش ميكينج. ادري لاني سيء انا باللعبة، انا لعبي جدا سيء حلو، لكن يعني صراحة انا احب ادش ملتي بلاير يعني غير جو بس صراحة، بس العب سنايبر ولا اخره. ولكن مع المعرقين والله مستحيل. يعني ما ليش ما خلوه طور الرانكت بروحه وخلاص، يعني ما ليش شبكوا سكيل بيست باللعب طبيعي. لكن عادي يعني، ما مو همني صراحة هالدرجة، لأن أهم شيء زومبي زين، أنا أمور طيبة. ف على العموم أتمنى تكتبوا تحت رأيكم عن اللعبة، لأن صراحة ما توقعت راح تعجبني والله، لكن كنت مخطئ الظاهر. لأن لأن والله شيء حلو، ما أدري شنو اللي عاجبني باللعبة بالضبط، ولكن يعني ما عندي مشكلة نلعبها نهائيا. يعني مثل ما نشوف البرستيج 4 الحين، اتوقع برستيج والله ما ادري البرستيج هذا. لكن من اول ما نزلت اللعبة وانا قاعد العبها صراحة. فاتمنى بعد تكتبوا لي هل تبون اكمل على محتوى بلاك اوب 6، ولا تبون كاستم مابات او بلاك اوب 2 بلاك اوب 1. ما عندي مشكلة العب اي جزء فيهم، لكن بس عشان اعرف اسجل شنو بالضبط. ف
طبعا هذا طور دايركتد يسهل التذهيب. لا تكفى، لا كنت بذبحها هذا. فاي يسهل تذهيب. انا صراحه كنت بطلع او قاعد اطلع الالماس على السلاح هذا. ما ادري كم زومبي باقي، اتوقع باقي لي واحد، مو متاكد. ايه كان طلع ذهبنا السلاح. فالحين بس باقي لي اسولت والسب ماشينز، وان شاء الله اكون خالص من التحديات هذه. بعدين يبقى التحديات سهله اللي هم اذبح 10 دولار تدمج وشي كذي. وبس اكون ختمت الالوان، لانه والله يا الربع كرهتني باللعبه صراحه الالوان. والله ما احتل. فبس اتمنى ان تكتبوا تحت بالكومنتات رايكم عن اللعبه، شنو حابين تشوفون بالقناه، ورايكم عن تذهيب بس بهاللعبه، لان الصراحه اهلكني انا. والله اهلكني يا ربع. وبس يعطيكم الف عافيه على التفاعل، واتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو. كان معكم اخوكم عبد الله، وبس نشوفكم على خير، في امان الله.